السلام عليكم الخوت ومرحبا بكم معنا على قناتكم واش في اخباركم. الموضوع اللي غادي نتكلموا فيه هو الموضوع ديال اللاعب اشرف حكيمي والاجراءات ديال الطلاق ديالو من الزوجه ديالو هبه عبوك، وكذلك غادي نوضحوا الحقيقه ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي بان اللاعب اشرف حكيمي كتب جميع الاملاك ديالو لامو. فكما كتعرفوا بان اللاعب اشرف حكيمي كان عنده مشاكل مع الزوجه ديالو هبه عبوك، وبداو كيبانوا هاد المشاكل خصوصا في كأس العالم قطر 2022 ملي ما كانتش حاضره مع اللاعب اشرف حكيمي كما داروا الزوجات ديال اللاعبين ملي احتفلوا معهم بهذا الانجاز ديال المنتخب الوطني. خصوصا كانوا المغاربه كيتسائلوا علاش الزوجه ديال اللاعب اشرف حكيمي ما كانتش كتشجعوا في المونديال كما كانوا الزوجات ديال اللاعبين كيديروا، وكذلك ما لاحظتش حتى شي بوست على الحساب ديالها في انستغرام او دارت شي ستوري على الانجاز اللي داروا المنتخب الوطني المغربي. فهنا المغاربه كانوا كيعطيو عده تساؤلات وكيقولوا بيناتهم واش كاين شي مشكل ما بين اشرف حكيمي والزوجه ديالو، وعلاش ما بغاتش انها تدعمو في هذا الانجاز ديال المنتخب الوطني المغربي. فمن بعد ما تسالى المونديال اللاعب اشرف مشى للفريق ديالو PSG في باريس باش انه يستأنف يعني التدريب ديالو واللعب ديالو مع الفريق. فمن بعد مده ناضت واحد الحمله شرسه في فرنسا اللي قادتها الحكومه الفرنسيه ضد المغاربه وخصوصا النجوم مثل سعد المجرد اللي مشى الضحيه ديال الاغتصاب، وبغاو يعاودوا نفس الكره للاعب المغربي اشرف الحكيمي. فهنا اللاعب ديالنا اشرف حكيمي ملي اتهمته واحد الفتاه مجهوله بانه تعدى عليها واغتصبها، فالزوجه ديال اشرف حكيمي هبه عبوك ما حركتش ساكنا وما قالت والو في هذا الموضوع، بل بالعكس دافعات على الفتاه اللي هي في الاصل غير اتهمات اللاعب ديالنا اشرف حكيمي وبغات ترمي عليه الباطل. وقالت كذلك هبه عبوك بانها ما بقاتش كتثق في الزوج ديالها اشرف حكيمي. من بعد مده هبه عبوك كتعلنها رسميا على الحساب ديالها في الانستغرام عبر ستوري كتقول فيه بانها واخيرا غادي تنفصل مع الزوج ديالها اشرف حكيمي، وبانها كتضامن مع ديك الفتاه اللي كتقول بان اشرف حكيمي اغتصبها، يعني كتبين بان الحكومه الفرنسيه على صواب وبان القضاء الفرنسي غادي ياخذ حقه من حق اشرف حكيمي. أشعر اليوم بواجب من واجبي أن أعلن عن هذا البيان للتعبير عن حالتي الذهنية وتوضيح المعلومات المضللة التي يتم تداولها بشكل مباشر، وحتى عندما يمكن للصمت أن يساعد في مواضيع أو قضايا حساسة معينة، فأنا بحاجة ماسة إلى شرح نفسي حتى أتمكن من استئناف حياتي الشخصية والعامة والمهنية بأقل قدر ممكن من الضرر والصدمة، وحماية أطفالي قبل كل شيء. من هم وكيف يمكن أن يكون الأمر بخلاف ذلك؟ أولوياتي المطلقة الحقيقة هي أنه قد مضى بعض الوقت منذ أن اتخذت أنا ووالد أولادي قرار إنهاء علاقتنا بعد الكثير من التفكير قبل وقت طويل من الأحداث التي شاركت فيها في الوسائل الإعلام، والتي كنت أجني بها تماما بعد اتخاذ القرار الانفصال قانونيا والتوقف عن العيش معا في انتظار إجراءات الطلاق. من كان يتخيل ذلك بالإضافة إلى مواجهة الألم المعروف الذي يترتب على الانفصال وتقبل الحزن الذي يترتب على الفشل مشروع عائلي لمن لقد أعطيت نفسي الجسد والروح، كان علي أن أواجه هذا العار. لقد احتجت إلى الوقت لأهضم هذه الصدمة، وغني عن البيان أنني كنت في حياتي دائما وسأكون دائما إلى جانب الضحايا. لذلك نظرا لخطورة الاتهام لا يسعنا إلا أن نثق في حسن سير العدالة، وأتوسل إليكم أن تحترموا خصوصيتي وخصوصية أطفالي في هذه الظروف الدقيقة. شكرا للجميع الأشخاص الذين أظهروا لي دعمهم وعاطفتهم واحترمهم. في المقابل اللاعب ديالنا اشرف حكيمي ما حرك ولا ساكنا وما دار لا ستوري، ما بين حتى شي حاجه بانه غادي يتفارق مع الزوجه ديالو، حتى كتفاجئوا باول جلسه ديال الطلاق ديال اللاعب اشرف حكيمي وهبه عبوك اللي كانت هذه يومين. فالاحداث اللي كانت داخل جلسه الطلاق ما بين اللاعب اشرف حكيمي وهبه عبوك، فالمحامون ديال هبه طلبوا من المحكمه انه من بعد الطلاق ديالها من اللاعب اشرف حكيمي غادي تاخذ نصف ديال الاملاك ديالو اللي هي 50%، لان هذا الاجراء هو اجراء متعارف عليه في القانون الاوروبي. ملي الراجل كيطلق مراته
فالمراه ديالو كتاخذ النصف ديال الثروه ديالو. وعلاش بالضبط كتاخذ النصف؟ فالقانون الاوروبي كيقول على ان الزوجه حتى هي ساهمات في الممتلكات ديال الزوج ديالها في هذه المده ديال زواجهم. ومن بعد الطلاق كيكون عند الزوجه الحق انها تاخذ النصف ديال ممتلكات الزوج. فالمحكمه في الجلسه ديال اشرف حكيمي وهبه عبوك وجهات هذا الاجراء للدفاع ديال اشرف حكيمي. لكن المفاجاه اللي ما كانش في بال حتى شي واحد هو الرد ديال الدفاع ديال اللاعب اشرف حكيمي ملي قال بان الممتلكات او جميع الممتلكات ديال اللاعب اشرف حكيمي فهي تحت الاسم ديال الام ديالو. فهاد المفاجاه هذه اللي صرح بها الدفاع ديال اللاعب اشرف حكيمي صدمات المحكمه وكذلك الزوجه ديال اشرف حكيمي هبه عبوك وما فهمات والو. فهاد البلان كان في اخبار غير اللاعب اشرف حكيمي والام ديالو والدفاع اللي هي المحاميه ديالو. ونزيدكم واحد الحاجه يمكن ما غاديش تكون في بالكم، وهي ان هذا الاجراء اللي دار اللاعب اشرف حكيمي ملي كتب جميع الثروه ديالو للام ديالو فهو اجراء ماشي جديد، بل كان قديم وكان قبل ما يتزوج بهاد هبه عبوك. فاللاعب اشرف حكيمي من البدايات ديال الاحتراف ديالو في كره القدم مع فريق ريال مدريد كان عطى الصلاحيات لجميع يعني المداخيل ديالو الماديه انها توجه للحساب البنكي ديال الام ديالو وهي الوصيه عليه. وبقى هذا الاجراء ساري المفعول الى يومنا هذا، والحمد لله هذا الاجراء استطاع انه ينقذ اشرف حكيمي او الثروه ديال اشرف حكيمي من انها تقسم 50% للزوجه ديالو هبه عبوك. دابا الخوت غادي نجاوبكم على واحد التساؤل اللي هو كان يعني قبل كان محير المغاربه خصوصا في كاس العالم، وكانوا كيقولوا واش الام ديال اللاعب اشرف حكيمي كانت راضيه على الزواج ديالو من هبه عبوك. فالام ديال اللاعب اشرف حكيمي عمرها ما رضات على الزواج ديالو من هبه عبوك لاسباب متعدده. السبب الاول هو فارق السن، فالزوجه ديال اشرف حكيمي هبه عبوك كانت كبيره عليه بأكثر من 10 سنوات. والسبب الثاني هو الفرق في الثقافات. في الثقافه ديال هبه عبوك ماشي بحال الثقافه ديال اشرف حكيمي المغربيه الاصيله. فكما شفتوا الاسره ديال اللاعب اشرف حكيمي فهي اسره محافظه واسره عندها مبادئ ديال المغاربه اللي عندهم غيره على بلادهم وغيره على وطنهم وعلى العرض ديالهم. اما اذا جينا نشوفوا في هبه عبوك فهي فيها بعض الخصال الاوروبيه ديال التحرر وديال كما شفتوا انها يعني كترافق مع الرجال، عندها امر عادي وكتخرج في خرجات وما مسوقاش للزوج ديالها بحال المغربيات الشريفات والعفيفات. هاد الاسباب هي اللي خلات الام ديال اللاعب اشرف حكيمي ما تكونش راضيه على هذا الزواج من البدايه ديالو. لكن دابا الحمد لله ملي غادي يطلق اللاعب اشرف حكيمي من الزوجه ديالو هبه عبوك، خصوصا ملي بان في المحكمه بانه كتب جميع الممتلكات ديالو والاموال ديالو لمو، كيبين ان العلاقه ديال اللاعب اشرف حكيمي مع الام ديالو علاقه خياليه وكنلمسوا فيها واحد السر ديال الحب والحنان وسطوه الام المغربيه على ولادها. وكما خلاها المثل الشهير انا وفلوسي ديال امي. السلام عليكم.